السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وعليه المستكملين الشر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ازيكم يا شباب، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتكلم عن واحد من أهم المفاهيم في فلاتر، وهو الفيوتشر. هنعرف يعني إيه فيوتشر وإزاي بيشتغل وليه لازم نفهمه كويس جدا. فركز معايا علشان بعد الفيديو ده مش هتخاف من كلمة async وأويت تاني. فهوتك اللطيفة ويلا بينا. قبل ما نتكلم عن الفيوتشر عندي مصطلح مهم جدا لازم اتعرف عليه، وهو الاسynchronous اوبريشن. ما هو الاسynchronous اوبريشن؟ الاسynchronous اوبريشن هي العمليات الغير المتزامنه. طب وليه هو مهم عندي؟ الاسynchronous اوبريشن let your program complete work while waiting for another operation to finish. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ معناها ان العمليات الغير المتزامنه او الاسynchronous دي اسمها اللي هي العمليات الغير المتزامنه، بتتيح للبرنامج بتاعك اكمال العمل اثناء انتظار انتهاء عمليه اخرى. يعني انت البرنامج بتاعك مش بيستنى ان هو يمشي سطر بسطر ينفذ الكود سطر بسطر، لا، هو بيعمل عمليات في الخلفيه لما العمليه اللي قدامه تنتهي. وهنشوف الكلام ده كله بكود عملي، تمام؟ بس انا عاوز قبل ما نتكلم على سينكرونس اوبريشن نتكلم على السينكرونس اوبريشن ونفهمه كويس جدا جدا جدا، وبعدين ننتقل على الاسynchronous اوبريشن. كتير بنسمع عن السينكرونس بس هل فعلا فاهمين معناه؟ تعال نشرح ببساطة الأول عشان نقدر نفهم الاسynchronous اوبريشن. السينكرونس هي البيانات المتزامنة. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ يعني ان الكود بتاعي بيتنفذ سطر بسطر، لاين باي لاين، كل سطر لازم يخلص قبل ما اللي بعده يبدأ. يعني مفيش حاجة بتحصل في الخلفية عندي. وتعالى نشوف الكلام دوت بمثال عملي أفضل. تمام. انا لو جيت عندي هنا مثلا وكتبت مثلا عندي void main، تمام، وجيت هنا قلت له print آه محمد. اسف بس ماشي. تمام. وجيت هنا قلت له print for، ماشي، عندي var متغير اسمه n، تمام، بيساوي صفر، والn دوت بيساوي ماشي، أكبر من يا سيدي، تمام، ماشي، والN بلس بلس، ماشي، ماشي. هاجي هنا أقول له برنت آه مثلا أحمد، تمام، تمام. هنيجي هنا أقول له أنا، تعالى بقى نرن الكود بتاعنا دوت كده. هو هنا طبع لي إيه؟ طبع لي محمد، وبعدين استنى شوية، وبعدين طبع أحمد. أنا هعملها لك تاني وأنت تاخد بالك. محمد، وبعدين طبع أحمد، صح؟ ولو كتبت له أي حاجة تحت منهم كده، عن أي مثلا كده مثلا، تمام، وطبعنا كده، هنلاقي إن السطر دوت مثلا بتاعي هنا، وقلت دي مثلا اتنين وده تلاتة ودي مثلا واحد. بص، هو مشي هنا سطر بسطر، لاين باي لاين، ده اسمها السينكرونس. دي اسمها السينكرونس، دي اسمها عندي السينكرونس اوبريشن، تمام. العمليات المتزامنه ان عندي الكود بيتنفذ سطر بسطر، ما ينفعش يتخطى او ما ينفعش ينفذ حاجه في الخلفيه، لا، هو ماشي، البرنامج بتاعي بيتنفذ سطر بسطر، تمام. تمام يا باشمهندس. طب مميزات العملية دي إيه يا باشمهندس؟ إن هي سهلة الفهم وترتيب التنفيذ، تمام. طب عيوبها، لو في حاجة بتاخد وقت في البرنامج بتاعي كله هيقف.
لو في حاجة بتاخد وقت البرنامج كله هيقف مست... البرنامج كله هيقف مستني الحاجة دي ما تحصل. تمام. مش مناسب للحاجات اللي فيها انتظار، زي إن أجي أتعامل مع الAPI مثلًا أو أجيب بيانات من النت وكلام من ده. ماشي. طب إحنا يا باشمهندس بقى كده فهمنا الsynchronous operation. تمام. أنا عرفنا الsynchronous operation إن البرنامج بتاعي أو الكود بتاعي بيتنفذ سطر بسطر، سطر بسطر، يخلّص ده ينزل على ده، يخلّص ده ينزل على ده. طب لو حصل مشكلة في سطر عندي البرنامج وقف مش هيتنفذ. تمام. يبقى إحنا كده متفقين إن عندي الsynchronous operation العمليات المتزامنة، إن البرنامج بتاعي أو الكود بتاعي بيتنفذ سطر بسطر، ما ينفعش ينفذ دوّة لو حصل ده مشكلة يعدّي ده لأ. تمام. تمام. طب العكس، عكس الsynchronous هي الasynchronous. الasynchronous operation العمليات الغير متزامنة. تمام. يعني إيه بقى العمليات الغير متزامنة يا باشمهندس؟ هاقول لك يا باشا، تعالَ نمسح بقى كده خالص. تمام. تمام. عندي السynchronous operation هي عكس الsynchronous operation، هي العمليات الغير المتزامنة، ودي معناها إن الكود بتاعي بيتنفذ وينفذ حاجات في الخلفية، يعني ما يوقفش عند كود معين. تمام. ولو حصل مشكلة في الكود يتخطاها عادي خالص وينفذ الكود اللي بعده. تمام. طب احنا عايزين مثال عملي على الكلام ده يا باشمهندس. حاضر، نعمل مثال عملي على الكلام ده. مثلا لو جيت قلت له برنت. تمام. ايه. تمام. وقلت له هنا برنت مثلا يا سيدي بي. ما اقول ايه بقى. ماشي. وجيت هنا وهقول له مثلا عندي فور، عندي انا هاجي هنا اقول له مثلا عندي فيوتشر. تمام. هاجي هنا هقول له عندي فور وهو منها مثلا فور اي ايكوال. تمام. وعندي الاي دي اظهر من 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ماشي. والاي بلس بلس. ماشي. وهنا قلت له برنت سي. وهنا برنت دي. تمام. انا لو رنيت البرنامج بتاعي دوت او الكود ده، تخيل انت هينفذ ايه. تعال نحط بس هنا. ماشي. تعال نرن الكود ونشرح نشوف هو عمل ايه. هو هنا عندي عمل نزل على السطر بتاعي دوت، نفذ الايه ونفذ البي ونفذ لقي هنا في فيوتشر، يعني عملية هتاخد وقت، سابها ونفذ اللي بعدها واللي بعدها، وبعدين رجع للفيوتشر دي، بعدين رجع للكود ده. دي العمليات الغير المتزامنة، يعني معناها إن هو مش ملتزم إن هو، أو إن هو مش بيلتزم إن هو ينفذ البرنامج بتاعي سطر بسطر، لأ. طالما في فيوتشر أنا باقول له في هنا بيانات، باوعده إن في بيانات هتاخد وقت، يعني باقول له في بيانات هترجع في المستقبل هتاخد وقت، ما تشغلش دماغك بيها، خلّص عادي أنت اشتغل ولمّا ييجي وقتها اعرضها. واصلة لك؟ دي الasynchronous operation العمليات الغير المتزامنة. إن أنا باقول الfuture دي معناها إن أنا باوعده، باقول وعد بيني وبين البرنامج إن البيانات ديّة هتاخد وقت وهتيجي. ما ت تمام. ولو ما جاتش طب ليها وضع تاني، هنعرف إزاي نهندل الكلام ده. ولو حصل فيها مشكلة ليها وضع تاني برضه، مش هاوقّفك. يعني لو حصل مشكلة ما مش هاخلّيه يقف، أنا هاقول لك كمّل عادي وما تشغلش دماغك. ليها فاهمني؟ فهي مهمة جدًا، جدًا، جدًا إنك تفهمها، لإنك أنت طول الكود تتعامل معاها وتستخدمها. الfuture طول الكود هتستخدمها، اللي هي الasynchronous. تمام. فهمنا النقطة دي يا باشمهندس. طب أنا عايز أشوف يا باشمهندس مثلًا، يعني تطبع لي حاجة تعرفني إن هو نفذ الكود دوّة لآخر حاجة. هاقول لك يا سيدي هنا أقول له print
اوبجكت اهو تمام. اقول له برنت الاوبجكت ده. هو هنا المفروض بقى هيطبع لي ايه بقى؟ هيطبع لي الاي والبي، وبعدين هيجي هنا ليه هيلاقي فيه ال- الكود ده بياخد وقت في المستقبل الفيوتشر، هيسيبه وينزل لده يطبعه، وبعدين يطبع ده، وبعدين يرجع يطبع ده. عكس اللي احنا شرحناه الاول، لو انت خدت بالك في السينكرونس كانش بيعمل كده، كان بينفذ السطر ده وبعدين السطر ده وبعدين السطر ده وبعدين السطر ده. طب لو حصل مشكلة في سطر، لا ما بيقف، مش هيشتغل. تمام. طب تعالى نرن كده. بص A والبي والسي وخد. تعالى رن تاني عشان ممكن الناس ما خدش بالها. ادي بص A B C D. استنى شوية وطبع الاوبجكت. تمام. تمام يا باشمهندس. فهمنا النقطة دي. فهمنا النقطة دي. طب انا يا باشمهندس عاوز هل الفيوتشر ديت بس بتستخدم كده بس ولا في حاجة تانية؟ هقول لك لا. احنا ممكن نعمل مثلا نستخدم في السynchronous مثلا نستفاد بالحاجات اللي ترجع بعد كده. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني ممكن عندي فيوتشر دوت زن وعندي فيوتشر دوت كاتش ايرور. تمام. وعندي فيوتشر دوت ديلي وهكذا. يعني انا هنا هاجي ممكن اجي هنا اقول له مثلا، اقول له فيوتشر. تمام. تمام دوت ديلي. معناه يعني ايه فيوتشر دوت ديلي؟ فيوتشر دوت ديلي يعني بقول له ان الكود ده هياخد وقت قد كذا. انا بحدد لي ياخد وقت ساعه ساعتين ثلاثه يوم يومين 10. انا اللي بحدد لي الديوريشن بتاعي، بقول له ديوريشن. تمام. تمام. وباجي هنا اقول له هياخد مني مثلا سكند مثلا ثانيتين. تمام. وبعد الثانيتين هتعمل لي ايه؟ بعد الثانيتين يا باشمهندس انا هاجي هنا اقول له نفذ لي ايه بقى؟ هاجي هنا اقول له هنا عايزك تبرنت محمد مثلا. تعال رن الكود ده كده. بص اهو عشان تشوف الكود ده طبعا ازاي. هقول له برنت هنا مثلا احمد. هيطبع احمد وبعدين السنه دي ثانيتين وبعدين يطبع محمد ثانيتين وطبعا محمد. طب ايه انا بستخدم الفوتشر دوت ديلي في ايه؟ بستخدمها لما اجي اشتغل مثلا على السبلاش سكرين. لو عندي اول لما تيجي تفتح التطبيق، في تطبيقات كده بتلاقي بيقف على اللوجو بتاع التطبيق او الشركه ثانيه ثانيتين ويدخلك على البرنامج على طول. هي ان تستخدم في الحاله دي. تمام. خلاص احنا فهمنا الفيوتشر دوت ديلي. طب احنا بعد كده هنشرح يا باشمهندس، هنشرح الفيوتشر دوت زن. فيوتشر. تمام. اجي هنا اقول له فيوتشر. ماشي. اجي هنا اقول له ريتيرن انت دوت بارس. دي يا سيدي هقول له ماشي انت دوت بارس. ماشي دوت زن. ماشي. عشان ترجع لي دي يا سيدي برنت الفاليو. تمام. لو جينا بصينا عندي للكود دوت هنلاقيه هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي في فيوتشر هترجع لي انت دوت بارس. انت دوت بارس دي بتحول لي السترنج لانتجر. تمام. تمام. بس لازم يكون رقم عشان بس مش تكتب لي كلمه وتقول لي تحولها. تمام. لو رقم سترنج تحوله لانتجر. وبعدين بقول له دوت زن. بعد ذلك الفاليو ديت، خد الفاليو القيمه ديت وبرنت اطبع لي الفاليو اللي في الدوت زن. يبقى هنا الدوت زن بتستعمل لي او بترجع لي القيمه اللي رجعت لي من الفيوتشر. تمام. تمام. والبرنت بتطبع لي الفاليو اللي في الدوت زد. تمام يا باشمهندس. انا هنا لو جيت الكود ده معناه ايه بقى؟ معناه انا بقول له هنا
ان في فيوتشر ريتيرن في المستقبل انت هترجع لي انت للبارس دي بتحول لي السترنج لانتجر، ولازم أن يكون السترنج ده عباره عن رقم عشان يتحول لانتجر. تمام. وبعدين بقول له دوت زين، بقول له بعد ذلك او بعد ما تخلص الفانكشن دي او الميثود دي هتاخد الفاليو اللي هي الانتجر ده وتبرنت تطبع لي الفاليو. تمام. لو عملنا طباع للكود هنلاقيه طبع لي هنا 5. تمام. يبقى احنا كده يا باشمهندس حتى لو جينا طبعنا هنا قلت له برنت ايه ماشي، وجيت هنا قلت له برنت بي، وجيت هنا قلت اي بي 5. تمام. هو طبع الايه وبعدين نزل هنا لقاها بتاخد وقت في المستقبل، بيانات بترجع في المستقبل، فراح طبع البي وبعدين رجع ليها زي ما هنتفق. تمام. عندي فيوتشر ايه تاني؟ عندي في ايه في الفيوتشر تاني؟ عندي فيوتشر دوت كاتش ايرور. تمام. يعني ايه بقى كاتش ايرور؟ يعني لو حصل عندي خطأ، يعني مثلا لو جيت هنا قلت له مثلا قلت له الكي مثلا وطبعت هنا هلاقيه هنا عمل لي اكسبشن، اهو. تمام. حصل خطأ في البرنامج والبرنامج بتاعه وقف، طبع الاي والبي وبعدين البرنامج بتاعي وقف، قال لي عندي مشكلة هنا ان هو مش قادر يحول الفايف كده لانتجر. تمام. طب انا عشان انا لو عندي مثلا كود بعد كده مثلا عشان البرنامج مش واقف بتاعي مني، ايه اللي بنعمله في القصه ديت؟ بنستخدم future دوت كاتش ايرور. تمام. طب بستخدمها ازاي دي يا باشمهندس؟ بسيطه خالص وسهله خالص. تعالى نعرف ازاي بنعمل الفيوتشر دوت كاتش ايرور. عندي باجي هنا انا عندي اهوت عشان قلت له برنت الفاليو. بعد البرنت الفاليو هنا بقول له دوت كاتش ايرور. بقى عايز ايه بقى الايرور دوت؟ هيبقى هنا هقول له هتعمل لي فيها اقول له برنت الايرور بس. تعال نجرب بقى الكود ده كده. لو انا طبعا طبع له الكود هلاقيه هنا عمل ايه والبي وبعدين هنا عمل كاتش للايرور بتاعي، مسك الايرور بتاعي او يعني رمالي الايرور بتاعي، طبع الايرور بتاعي ده لما وقف البرنامج. كان المره اللي فاتت عمل اكسبشن وقف البرنامج بتاعي شغال اهوت، ولو اشتغلنا بعد منه باي حاجه كده. لو جيت قلت له مثلا فيوتشر، لو هو طبعا البرنامج ده كده بتاع بص ما وقفش، هو طبع الاي والبي طبع الايرور، ونزل على الميثود ديت لما طبعها لقى فيها مشكله، طبع الايرور بتاعها وبعدين طبع لي الميثود دي او الكود ده. يبقى هنا البرنامج بتاعي، يبقى هنا عندي الفيوتشر دوت كاتش ايرور ما بتخليش البرنامج بتاعي يعمل اكسبشن او يقف او يضرب. تمام. ايه تاني يا باشمهندس في الفيوتشر مثلا؟ عندي حاجة تانية مهمة خالص وهي الاسync والاويت اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في اول فيديو. تعالى نبص على القصة دي. يبقى انا عرفت هنا دوت كاتش ايرور دي بتمسك الايرور بتاعي، قلت له دوت كاتش ايرور امسك الايرور هيخزنه في الايرور وبعدين قلت له اطبعه لي في الايرور، اطبع لي الايرور. ممكن تخلي دي ايه اصلا، فاهمني؟ ادي ايه تسميها زي ما تسميها انت، في الاخر بتمسك الايرور وتخزنه هنا عندك في المتغير دوت وبعدين تقول له اطبع لي المتغير ده. موضوع بسيط خالص. تمام. تعالى نمسح بقى ده كله كده. ولو جينا هنا مثلا قلت له برنت ايه وبرنت البي. تمام. وجيت هنا قلت له هنا عندي فيوتشر ماشي، وقلت له يا سيدي عندي في الفيوتشر دي تعمل لي هقول له فور زي ما احنا قلنا. عندي الفار تغير اسمه انت ايكوال صفر، والان دي متغير من
تمام، والN بلس بلس. تمام. إيه ده؟ ماشي. تمام يا باشمهندس. وهنا جيت قلت له برنت سي، وبعدين قلت له برنت الدي. تمام. انا عندي الكود بتاعي دوت، احنا لما رنينا الكود دوت في اول مره، طبعا هو عندي طبع ايه، طبع الاي والبي، وبعدين استنى هنا راح طبع السي والدي، وبعدين رجع ينفذ الكود ده اللي هو برنت الاوبجكت، الاوبجكت بتاعي. تمام. تمام. صح. هو هنا طبع الاي والبي، وبعدين ده ادي فيوتشر ترجع في المستقبل، سابها ورجع السي والدي، وبعدين رجع طبعا هيطبع دي. صح؟ صح. طب انا يا باشمهندس لو عاوز ما يعملش كده، عاوز يمشي على السطر ده، ينفذ هنا الاول وبعدين ينفذ بعدها دي، ما هي دي ليها استخداماتها برضه. زي مثلا وانت بتعمل تسجيل دخول مثلا او بتسجل بيانات مثلا، ما ينفعش تعمل نافيجيت على الهوم سكرين من غير اما تعدي على الساين ان او الساين اب. يبقى لازم اسجل في الساين ان، اتاكد ان هو سجل دخل بياناته صح، وبعدين انتقل هنا على الهوم سكرين، اعتبر دي الهوم سكرين وده الساين ان. يبقى انا ما ينفعش انتقل من هنا الا لما اخش على هنا الا لما اخلص دي الاول. صح. في العمليه دي بستخدم حاجه عندي اسمها الاسync والاويت. تمام. باجي هنا اقول له async، واجي هنا في الفيوتشر دي هقول له دي اصبر عليها بتاخد وقت، ما تسيبهاش وتمشي. تمام. دي بالتالي هو هنا مش هيمشي، هو هيقف عند دي اما ينفذها وبعدين ينتقل عند دي، وبعدين ممكن هاندل دي بقى بكاتش ايرور زي ما قلنا، واعمل لها دوت ديلي، واعمل لها كل حاجه، دوت زن، كل حاجه بقى استخدمها فيها. ولو طبعنا كده طبعا الاي والبي والاوبجكت وبعدين السي والدي. وبكده نكون فهمنا الاسynchronous اوبريشنز، العمليات الغير متزامنه. وفي نهايه الفيديو لو فهمت الفيوتشر اكتب لي فهمت المستقبل، ولو عاوز شرح اكتر عن الاستريم بشكل متقدم اكتب لي، واشوفكم في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.